عندي فقس من فترة، والبياضة كل يوم بنضفها عشان الفضلات، وجيت حطيت نشارة العصفورة بترميها، اعمل ايه وخايفة يجيلهم فاش؟ طيب شكرا ليك يا آية ان انت بعتلنا على القناة. طيب هنجاوب. دلوقتي انت البيض عندك فقس وبتقولي بنضف لهم العش كل يوم. طيب انت المفروض مش كل يوم تنضفي العش، يعني كل مثلا 5 ايام او الاسبوع تنضفي العش. انت كل اللي هتعمليه ان انت هتبصي على العش وتشوفي في فرخ ميت تشيليه، لو مثلا زغلول مات او حاجه عشان ما يعفنش جوه العش. تمام تمام. طيب انت ما تبدايش اصلا تنضفي العش غير لما اخر زغلول يفقس. يعني انت لقيتي مثلا زغلول على حسب برضو عدد البيض وعدد الفروخ عندك. بمعنى انت دلوقتي عندك نفترض النتايه بيضه 5 بيضات او 6 بيضات مثلا، فكل يوم الزغاليل هتفقس، يعني اول واحد هيفقس بعدها بيوم هيجي بعدين التاني يفقس وهكذا، لحد ما الزغاليل وهي صغيره خالص فضلاتها بتكون ضعيفه فما بتغرقش العش. تمام تمام. فلما يكون اصغر زغلول مثلا يفقس هيبقى اول زغلول عنده مثلا 10 ايام، لو عندك 5 بيضات ساعتها هتبتدي بقى تنضفي العش. هتنضفي العش ازاي؟ هتبتدي ان انت هيبقى عندك 3 انواع من العشوش. انا ما اعرفش نوع العش اللي عندك ايه، فيا اما هيبقى عندك عش البادج الصغير خالص اللي هو بدرج رفيع ده، تمام، او هيبقى عندك عش البادج اللي هو بتاع العش اللي هو الانجليزي اللي هو ليه درج خشب اللي هو الكبير شويه، او عندك برضو العش بتاع الانجليزي اللي هو بدرج بلاستيك. جميل. هقول لك تعملي ايه في كل حاله من الحالات. اول حاجه العش الصغير ده انت بتشيلي الدرج الرفيع ده، تمام، وطبعا مش هيكون في، ما بقاش في بيض ولا بقى في زغالي، ما بقاش في بيض خلاص. الحاجات اتاكدنا لو ما فيش بيض خلاص هنقوم ان احنا شايلين الدرج اللي هو الخشب الصغير ده، وهنبتدي. انت بتقولي بترمي النشار، بترمي النشار. طيب طالما النتايه بترمي النشار هنعمل ايه بقى؟ طالما في نتايات استرالي ما بتحبش النشاره بتاعت الخشب، خلينا متفقين على كده، وفي نتايات بتتقبلها. طيب طالما النتايه عندك ما بتحبش النشاره هتحطي صدف مطحون مكان النشاره. ليه؟ لان الصدف المطحون ده هيخلي ان النتايه مش هتعرف ترميه اولا، تاني حاجه ان النتايه هتاكل منه، هتملح منه، تالت حاجه ان هو هيمتص الرطوبه والفضلات بتاعه الزغاليل. الصدف ده بيتباع عند اي محل بتاع طيور زينه وحيوانات وكده، ده اللي بيحطوه في طواجن الحمام. تمام. هتجيبي شويه صدف مطحون هتفرشيهم في ارضيه العش، وهنشيل لو العش صغير هتشيلي الدرج اللي هو بتبيض عليه. تمام. ليه؟ علشان يوسع لهم العش شويه. ليه؟ لان خلاص كده كده انت خلاص البيض فقس. طيب البيض ما فقس، لسه في بيض موجود، يعني عندك بيضه ما شاء الله مثلا لحد 8 بيضات ولا بتاع، هنشيل بقى، مش هنشيل الدرج ساعتها ده، وهنخليه وهنرش عليه برضو، هننضف هنشيل البتاع ده الدرج وهننضفه كويس وهنكحت الفضلات باي سكينه معجون او اي حاجه، بفرشه سنان هتقومي جايبه الفضلات اللي واقعه جوه، وبعدين هتقوم مدخله الدرج تاني وحاطه شويه صدف مطحون على الدرج. طيب لو انت خايفه من حوار الفاش، بتقولي انا خايفه من حوار الفاش، طب خليني اكمل لك الاول. لو عندك العشوش التانية، العشوش التانية برضو اللي هي الدرج البلاستيك او الدرج الخشب الكبير، لو عشت كبير مش هنضطر، هتعملي نفس الخطوات اللي احنا قلناها قبل كده، هنحط برضو صدف مطحون، وساعتها مش هنضطر نشيل الدرج اللي جوه، لا هيكون كويس وممتاز لان هو اصلا العش كبير. لكن لو العش صغير لازم تشيل الدرج ده لما كل البيض يفقس عشان توسعي العش وتدي نفس جوه، وتدي يعني ايه ان الزغاليل ما تبص على بعض بنسبه كبيره. ويفضل بعد كده غيري لعش من العشوش بتاعت الانجليزي لما الزغاليل بتاعتك تخرج على خير وتتفضل. جميل جميل. طيب نيجي بقى لنقطه الفاش. عندك كذا حاجه تمنع لك الفاش. اول حاجه اسمها بودره سفين. بودره سفين دي ممتازه جدا للفاش. دي بتتجاب، ممكن تلاقيها في سوق الجمعه بتاع العصافير. تمام. هتجيبي اللي هي بتبقى، ممكن بيبقى في ناس بتباعها بالجرامات على فكره، يعني مش شرط لانها غاليه شويه، في ناس بتباعها بالجرامات. فكل اللي عليكي هتجيبي اي بتاع العلب بتاع بودره الحشرات القديمه، او لو ما عندكيش هتجيبي ازازه صغيره وهتحطي فيها البودر ده وهتخرمي الغطا بتاع الازازه. هتبتدي تعملي كده،
تمام، هيطلع هبو كده خفيف. البودره دي مش سامه قوي على الطيور، هي اصلا بيستخدموها في تعفير النخل عشان يبعدوا عنه الحشرات، تمام، والمزروعات وكده. فانت هتجيب البودره دي وهتبتدي ترش، تعملي الهبو ده مش تكب البودره، لا، الهبو ده هيطلع على العش، الخشب العش هيمتص ريحته، تمام، من جوه الهبو ده بالراحه كده 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 من كل الجوانب. ده بعد ما تشيل الدرج وكل حاجه. وبرده وانت شايله الدرج تقوم عامله عليه خفيف كده، وتحط الصدف بعد كده وتحطي الحاجه بتاعتك، مفيش اي مشكله. بس ما تكبيش بودره كتير عشان الطيور ما تاكلهاش. احنا كل اللي هنعمله البخار الخفيف ده بس يجي على العش، تمام تمام. دي طريقه. طيب انت مش عندك الكلام ده، طريقه اسهل بكتير. هتجيبي اكتوميثرين 5%، ده من الصيدلية البشرية عادي، أو لايسيد يا دادا اللي هو بنستخدموه في أمل الشعر. حلو. وهتجيبيه وهتحطي 10 سنتي على البخاخة اللي هي بتاعة المكوى. جميل جميل. وهتمسكيه ترش بيه العش رش خفيف كده، مش تغرقيه، لا، هتبتدي بحيث ان الريحة بس تيجي جوه العش، تمام، من جوه ومن بره. وهتسيب العش بس تهوى 5 دقايق ولا حاجة، وبعدين ترجعي الفروخ تاني وكل حاجة زي ما كان. ده هيمنع ان الحشرات تيجي اصلا على العش، وهيبقى يعمل وقاية من الفاش. وانت كل اسبوع بالكتير، يعني من 5 ايام لاسبوع، هتنضفي العش مرة واحدة بس، يعني مش شرط كل يوم. لما الفروخ تكبر، يعني مثلا يبقى الفروخ عندك كلها من اسبوعين ل3 اسابيع، لا، كل مثلا 3 ايام 4 ايام بالكتير هتنضفي العش مرة. تشيل الصدف ده ترميه وهتحطي صدف جديد، طالما النتاية بتاعتك ما بتتقبلش النشارة. لكن لو النتاية بتقبل النشار بنستعمل النشار عادي جدا. وانا عملت لك، كنت عامل حلقة في القناة عن مواد التعشيش اللي ممكن البادجي يعني يتقبلها في العش. طبعا اصل العصافير سلوكيات، يعني مش كل العصافير نفس السلوك، فانا كنت قايل اكتر من مادة تعشيش ممكن نستخدمها جوه العش. ممكن ترجعي للفيديو ده، ممكن احطهولك في الوصف بتاع الفيديو ده، بحيث برضو ترجعي له تشوفيه. ولكن انا يعتبر جاوبتلك بطريقه سهله جدا على السؤال، ان ازاي تحمي الفروخ من الفاش، وايه الحاجه اللي ممكن تستخدميها بديله للنشاره.